ودول شافوا السمك من هنا والخناقة اشتغلت من هنا. جوزي يقول لي انا عايزه مشوي والعيال عايزينه مقلي، اتصرف ازاي؟ قلت بس مفيش غيره السمك المحير، لا هو مقلي ولا هو مشوي. انا مش بس وفرت في الزيت، لا انا خليتهم يحبوا حاجة اسمها سمك. كمان هعمل جنبه شوية رز صيادية حكاية، الريحة جابت الجيران. يلا سمي الله وصلي على رسول الله، وفضلا شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع أصحابك. ومعايا بقى السمك البولتي، دول كانوا حوالي كده 4 كيلو إلا ربع حاجة كده، كان سمك كبير. والحتة اللي جوه بتاعت سلسلة الظهر دي وانتي بتنضفي بيبقى فيها تجمع دموي، لازم تشيليها كويس جدا جدا لغاية اما الدم ده يختفي، وهو ده اللي بيعمل زفارة وحشة في السمك. كمان لازم تنقعي السمك في محلول من الملح والليمون على الأقل كده ربع ساعة قبل التتبيل، بيقضي على الزفارة تماما. يلا بقى نجهز أجمل تتبيلة. في الكبه كده على طول هحط معلقتين كبار من هريسه الشطه، دي هريسه على البارد وخزناها مع بعض، وهسيب لك ان شاء الله اللينك في التعليقات للي حابب يشوف فيديو الهريسه. كمان بقى معلقه كبيره من الثوم، نص كوبايه من عصير الليمون، واساسي بقى في التتبيله واوعي اوعي ما تحطيهوش هو الكرفس. ياه ياه على جمال تتبيله السمك بالكرفس، خطير وبيتباع عادي، هتلاقيه جنب الجرجير والبقدونس، يعني مش هتروحي تجيبيه من الماركت ولا حاجه. هحط بقى توابل السمك العاديه، معلقتين من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الشطه، ومعلقه كبيره من توابل السمك. هبتدي اضرب كل الكلام ده في الكبه كويس، وادي يا ست الكل احلى تتبيله للسمك، والله الريحه بتاعتها خطيره. هزود عليها كده شويه من الجزر المبشور، لان السمك الصينيه بيحتاج ان انت تضيفي له خضار عشان تدي طعم حلو ليه. حطيت بس معلقه واحده من الزيت كده عشان التتبيله تلمع معايا. يلا بقى نجيب السمك البولتي، صفيناه من محلول النقع بتاعه، زي ما قلت لك اساسي جدا تحطي للسمك محلول النقع اللي هو الملح والليمون. وعشان ما شاء الله السمك كبير عندي، فابتديت اشرطه كده عشان ما ياخدش معايا وقت في السوى والتتبيله تخش مظبوط. خلاص جهزنا السمك ويلا بقى نتبل. بصي بقى الطريقه دي بالنسبه لي بقت ادمان، يعني على الاقل كده مرتين 3 في الشهر لازم اعملها، لان طبعا بتاخدي نفس الشكل بتاع السمك المقلي ونفس طعم السمك المشوي، بجد خطير جدا. وكمان النهارده انا مش هعمله بالزيت، هقولك انا هحط ايه دلوقتي، بس بالتتبيله كده كويس. طبعا التتبيله دي لازم تكوني حاطه فيها كميه ملح كويسه، انا حاطه كده معلقتين صغيرين ملح. وطبعا تقدري تحشي السمكه من جوه بالخضار اللي انت عايزاه، شايفين ما شاء الله تساع كميه كبيره، فعلا فعلا طريقه وسط ما بين السمك المقلي والمشوي. انت دلوقتي عشان تشوي كيلو سمك بره هياخد 40 جنيه على الشوي، والمقلي طبعا انتوا عارفين اضرار القلي الكتير، يعني انا الصراحه برضو بحب المقلي بس مش دايما بقليه. يلا بقى نجهز الخضار اللي هنحطه تحت الصينيه، وهيديني طبعا طعم تحفه مع الرز اللي هنعمله، فهيبقى خطير. البطاطس يا جماعه مع السمك البولتي حكايه، جربوا. وانا عارفه ان في ناس كتير يعني تستغرب الخليط ما بين السمك والبطاطس، بس فعلا بتبقى لذيذه قوي. قطعت بقى الجزر والفلفل، وكمان معايا 3 طماطمات والبصل اساسي، وهنزل بقى بالخضار، وما تنسيش بقى قرون الشطه. بالنسبه بقى للتتبيله كميتها كبيره، انا التتبيله دي هستخدمها طول الفيديو، هتشوف انا هعمل فيها ايه. يبقى تبلت بيها اول حاجه السمك، تاني حاجه اهو بنتبل بيها صينيه البطاطس، يعني مش هضيف ولا حاجه غير معلقه كبيره من التتبيله على الخضار ده، كمان رشه بسيطه من الزيت كده عشان البطاطس تلمع. ويلا بقى يا ست الكل ابتدي رصي السمك كده على طول فوق الخضار، وحاولي ان انت تختاري الصينيه بتاعتك تكون الحيطه بتاعتها مش عريضه، يعني الحيطه بتاعتها مش كبيره، خليها حيطه رفيعه زي كده اللي هي زي صواني البسبوسه، عشان السمك يتشوي معاكي وكل حاجه تستوي بسرعه. حشيت بقى السمك كده شويه بصل، انا بحب البصل برضو في طعم السمك قوي، بيبقى يطرى كده ويديني طعم حلو قوي. وهبتدي احط كده شريحتين طماطم من جوه عشان قلب السمكه من جوه يبقى ايه طري ولذيذ. يلا بقى نعمل التتبيله الخارجيه، هتكون عباره عن ربع كوبايه من الزبده، نص معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه من معجون الطماطم او صلصه الطماطم. وهبتدي بقى بالزبدة أدهن السمك. وبصي أنا بدهن بالفرشة، ما باجيش ناحية الشقوق، لأن الشقوق دي بعد التسوية بتبتدي إيه تفتح كده وتديني لون أبيض حلو، فما بدخلش الزبدة من جوه عشان أنا عايزة اللون الأبيض بتاعها يبان. كمان أوقات بدهن زيت مش زبدة، يعني أنتي وراحتك، بس صراحة الميكس ما بين الزبدة والكرفس والتتبيله بيبقى تحفه. دخلتها الفرن وغطيتها بورقه زبده، جبت ورقه زبده كده بليتها ميه وغطيتها عشان اتاكد ان السمك يستوي لان حجمه كبير، وكمان اتاكد ان البطاطس استوت. خطوه التغطيه دي مهمه، ولازم يدخل على فرن ساخن يا جماعه، لازم الفرن يبقى ساخن جدا، وما شاء الله بتلاقيه بينزل الميه والبطاطس بتستوي والسمكه بتستوي. بعدين بشيل على طول ورقه الزبده.
هنا بقى ابتديت اعمل رز الصياديه. هو طبعا رز السمك بيتعمل بزيت مش بسمنه. نزلت بقى بالبصله لغايه اما لونها كده ادى الذهبي غامق، عشان لون الرز يبقى غامق معاكي غمق البصله. وابتديت انزل بالرز. الرز عندي هنا مغسول، ما بنقعش الرز المصري خالص، البسمتي بس اللي بيتنقع. وهات بقى يا تقليب مع البصلايه والزيت لغايه اما الرز كده يفلفل. دلوقتي بقى الاستخدام الثالث للتتبيله اللي عملناها، هنحطها بقى في الرز. وده بقى رز صياديه محير، يعني لا هو بالطماطم ولا هو ساده بالبصل بس، لا بالتتبيله بتاعت السمك. خطير خطير. يعني هتاخدي اللون البني وفي نفس الوقت هتاخدي طعم التتبيله الحلو. بس بزود معلقه صغيره من الملح لان التتبيله فيها الكمون والكزبره وكل حاجه. هغطي عليه بقى واسيبه يتشرب. وتعالي بقى اتفرجي معايا على فلفلته ولا ريحته، اللهم بارك، بيبقى خطير. يعني احنا بنعشق الرز بالطريقه دي عن الصياديه العادي او اللي هو بيتحط له طماطم. يلا بقى كده نشوف صينيه السمك لما خرجت من الفرن. زي ما قلت لك بقى انا خلاص شلت ورقه الزبده سبتها بالظبط نص ساعه لغايه اما السمك كده حسيته استوى من جوه وميته خلاص اتشربت. ابتديت اكشف عليه كده وسبت السمك يتشوي لغايه اما خد اللون الجميل ده. وهو ما شاء الله هياخد اللون ده بسرعه لان احنا حاطين له زبده مع معلقه من صلصه الطماطم، فهيديكي اللون التحفه ده. بصي البطاطس اتاكدت انها استوت. انا ما زودتش ميه خالص على صينيه البطاطس. خطوه تغطيه بورقه الزبده خلى السمك ينزل ميته، وبالتالي يبقى فيه صوص وفيه ميه البطاطس تستوي فيها. كمان ما شغلتش الشوايه، هو خد اللون ده لما شلت ورقه الزبده. الله على الجمال بجد. اللي ما بيحبش السمك المشوي هيحب الطريقه دي. كمان هنقلل شويه من الزيت وهنعمله في الفرن، اسهل واسرع بكتير. مش قادره اوصفلك الجمال. لازم كده تعملوها على الأقل مرتين 3 في الشهر. الشتاء داخل علينا ولازم ندي مناعة كويسة لولادنا، والسمك أفيد حاجة طبعا وكله أوميجا 3. حبايب قلبي بحبكم في الله، أتمنى تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش المتابعة والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.